أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفيت والدتي منذ 10 سنوات وأنا في كل سنة أضحي عنها، فهل يصل ثوابها إليها؟ وهل هذا الفعل حسن أم دفع مال الأضحية في وقف أو صدقة للفقراء أفضل؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه مسائل باختصار. المسألة الأولى التضحية عن الميت، الصحيح جوازها وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله، وبينا هذا في باب الصدقة عن الميت، وأنه لا يعارض قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المراد به أصل عمله. وقوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على مشروعية التضحية عن الميت، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، فقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله عمن لم يضحي من أمة محمد الذين لم يضحوا فيهم أحياء وفيهم أموات وفيهم من لم يولد بعد، ومع ذلك جعلها أضحية، لأنه كان من الصحابة من مات قبل أن يضحي عليه الصلاة والسلام، كالذين ماتوا في أول الإسلام وفي صدر الإسلام من أهل مكة وغيرهم، وهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد فشمل الجميع. فأخذ جمهور العلماء منه دليل على مشروعية التضحية عن الميت سواء كان قريبا أو غريبا. فإذا ضحى الإنسان يقول اللهم هذه عن أبي، اللهم هذه أضحية عن أبي أو أضحية عن أمي أو أضحية عن آبائي أو أمهاتي، فيجوز أن يشرك فيها أكثر من شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركها لأكثر من شخص من أمواته. وهكذا لو ذبحها فقال اللهم هذه صدقة عن أمواتي، هذه صدقة، اللهم إن هذه صدقة عن أمواتي، جاز له ولا حرج. المسألة الثانية مسألة هل الأفضل أن يضحي أو يتصدق بالمال؟ إذا كانت الأضحية في وقتها فالأفضل أن يشتري الأضحية والتصدق والأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وهذا لمكان السنة، لأن من يضحي يتبع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشرع لهم أن يضحوا عن الأحياء والأموات، ففي اتباع السنة أولى وأعظم، وهو اختيار طائفة من العلماء. ولذلك نص بعض العلماء والأئمة حتى في المتون الفقهية كالإمام ابن قدامة قال والأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فلو تصدق بثمنها كان له أجر الصدقة. وهذا تابع لقاعدة عند العلماء تقول الوارد أفضل من غير الوارد، لأن يوم في عيد الأضحى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى، والصدقة أصل عام، فلو تصدق فهو في أصل عام، لكنه لو ضحى صارت له الصدقة وصار له اتباع السنة. ولذلك لو جئت قبل المغرب في وقت الأذكار فجاء شخص يريد أن يذكر بالأذكار العامة، تقول له هذا الوقت الوارد أي اتباع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار الصباح والمساء أفضل من الذكر العام المطلق. وهكذا في يوم الجمعة فالتهليل من أفضل الأذكار، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لكونها وارد أفضل للأذكار، لقوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فيه، لأنه وارد. وقس على هذا من المسائل، فالأصل أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فالوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى ولم يتصدق بالثمن، فكانت الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.